استاذ محمد، منورنا ومشرفنا. تسلم يا حبيبي، ربنا يخليك. فخلينا ابتدي معاك من موضوع حمزه عبد الكريم، عايز اسمع راي حضرتك فيه. شوف، عندنا يعني شويه معوقات او قناعات راسخه عند الادارات الانديه بشكل عام، يعني بتتسبب في بطء الاجراءات، يعني بتنعكس كتير قوي حتى في التعاقدات العاديه. يعني لو دخلت في موضوع مثلا حامد حمدان، مش عارف قبله فلان قبله فلان، بتنعكس ايضا على مساله احتراف لاعب. من حق الاهلي طبعا انه يحافظ على حقوقه، لكن انا اعتقد برضو ان كان في بعض التاخير اللي كان من المفترض انه يحسم صفقه سفره الى برشلونه، او حتى صفقات سابقه او صفقات موازيه. عندنا مشكله كبيره قوي يعني في الاهلي وفي باقي الانديه على فكره، وفي المنظومه الرياضيه طبعا بشكل فادح، يعني في مساله تاخير القرارات. اللي اتقال انه الاهلي عايز يحافظ على حقوقه، لكن لازم نلاحظ يا جماعه انه اي شاب صغير بيجي له عرض هو مش معني قوي بقصه النادي هياخد كام. ممكن يكون في الباك جراوند وهو كمان ما وصلش للسن اللي يخليه يبقى عنده رصانه في التفكير، يعني ويراعي الحقوق. يعني دايما هيبدي او في الاولويات بالنسبه له مساله السفر والاحتراف، ايا كان. اذا كانت الخبر صحيح، وانا بثق في اخبارك، يعني فخطوه كويسه، ونتمنى انه يكون في خطوات اخرى للاعبين اخرين يعني. احقاقا للحق، وانا اكثر انفتاحا جدا على الحديث مع الناس في الاهلي صدر عنه ما لم يكن صحيحا. انا بقول المعلومه والله صادقا، يعني صدر عنه ان الاهلي مش عايز يسيب حمزه عبد الكريم ومتعنت. هو كل ما في الموضوع انه الاهلي عايز يقول لك في الاول وفي الاخر انا هطلع لعيب على الاقل ابقى ضامن ان انا هاخد رقم كويس. لذلك قال لك يا بيسي انا ما عنديش مشكله ان انا اسيبه ويمشي 6 شهور ببلاش يا استاذ محمد، 6 شهور ببلاش، وتعالى بعد كده قول لي الكام بكام، تعالى نتفاوض. فبرشلونه قال لك لا عليا انا اجيبه لك ويظهر عندي، فبص الاقيك بتطلب فيه ارقام، او انديه تانيه تطلب فيه تحط لك فيه ارقام فسيبه. فاحقاقا للحق الاهلي كان في الموضوع ده هادي جدا جدا وثابت، وفي نفس الوقت انا يمكن لا، ما قلتها. هو يا ابراهيم الهدوء في حد ذاته يترجم على انه بطء. يعني انا واثق ان الاهلي عنده رغبه في تسفير حمزه وغيره، ودي رغبه راسخه عند مجلس الاداره يعني وعند المسؤولين في الاهلي. لكن المساله تتعلق بديناميكيه القرار، انه يكون اسرع شويه، لانه وارد جدا انه زي ما حضرتك دلوقتي قلت خبر سعيد لحمزه وسعيد للاهلاويه ولصالح الكره المصريه، ان ممكن كان يبقى الخبر سلبي. ايوه، انه هذه العطله او البطء في اتخاذ اثرت. الاجراءات ياثر، فالناس التانيه ما هياش اهلاويه، بتوع برشلونه مش اهلاويه خالص، يعني لا لا يعني لا، ما يهموش. اوكي، بزنس. المساله بزنس. هو شايف لعيب واعد حريص عليه، لكن اذا كان هناك معوقات هيشوف غيره وسوق موجود. فاحنا محتاجين شويه اسراع في او الغاء بعض الطبقات في اتخاذ القرار. عندنا طبقات كده، يعني لازم نعدي على فلان على فلان على فلان على فلان لحد ما نوصل صانع للراس القرار. الكبير، يعني او صانع القرار او متخذ القرار النهائي. مطلوب تذويب الطبقات دي شويه. طيب، جون ادوارد، ما تعليقك على هذا البيان، وما هو الموقف الحالي داخل نادي الزمالك؟ عندي 3 محاور عايز اكلمك فيهم بناء على البيان. اولا لازم نبقى متفاهمين ان حتى من اول ما انت كنت بتتكلم يعني وسردت سرديه الارض وليه انت متضامن فيها مع نادي الزمالك، فالموضوع اكبر من بيان جون ادوارد او غير جون ادوارد. يعني الموضوع اكبر من كده بكتير. الزمالك هو نادي من الركن من اركان الرياضه المصريه، عنده ازمه كبيره جدا جدا بقاله فتره طويله وبيعاني. كل اللي بنسمعه من الساده المسؤولين عن نادي الزمالك ان احنا في ازمه وما بنسمعش حلول. يعني احنا الناس في نادي الزمالك بتخرج ناس مسؤوله وجوه المكان بتتكلم ان في ازمه. طب ما انا كصحفي بقول ان في ازمه، حضرتك كاعلامي بتبروز ان النادي ده خلاص رايح انت قلتها على الهوا كابتن ابراهيم، قلت دخل على الزمالك على شبح الافلاس. الزمالك في الوضع الحالي بعد ما المدير الرياضي اعلن في بيان رسمي والناس كمان لسه مصره على طريق ان هي تقسم الموضوع لفرق. يعني خدت بيان جون ادوارد ان هو بيتخانق مع مجلس اداره الزمالك. طب ما هو فرقه يا عم، مش وده للاسف وضع. مش هنيجي سكه ولا لا هنيجي سكه. طيب، ما هو فرقه ولا مش فرقه يا شوقي؟ البيان بعد بيان امبارح واتضح للصوره انه الامور ماشيه مش في طريقين. بس الموضوع في الساعات اللي فاتت يا كابتن ابراهيم مش كده. الموضوع في البدايه
هو جون ادوارد بيشرح في البيان الوضع من اول ما استلم ماليا عامل ازاي، لان طلع ارقام كتير جدا عن الفتره اللي فاتت ان الزمالك صرف 7 مليون دولار والزمالك صرف مش عارف ايه والزمالك عمل ايه وحصل حاجات في صفقات ايه وبتاع. هي اللعيبه خدت فلوس عشان يحصل حاجات ولا حد ياخد فلوس؟ حتى عقد جون ادوارد، واقول لك كواليس كمان فيه ما اتقالتش، يعني اتقال ان جون ادوارد جاي بياخد 10% على البيع والشراء لا في ارجعوا لنا يا اللعيبة. جماعه البيان، الناس قريته وعارفاه خلاص، حفظوه من امبارح. فاتقال ان عقده مثلا في قفلوا اير بيس يا جماعه بعد اذنكم. فاتقال ان العقد مثلا بتاعه الشخصي فيه 10% على البيع والشراء. ده مش حقيقي. جون ادوارد ملوش نسبه في عقده على موضوع شراء اللعيبه. هو ازاي بالعقل والمنطق كان هيتمضي عقد انك تشتري لعيب ياخد المدير الرياضي نسبه؟ العقد موجود فيه في نسبه. حاله البيع، في حاله البيع فقط. في حاله لا البيع. يا كابتن ابراهيم انا بقول لك الكلام ده على مسؤوليتي. حتى في حاله ما البيع هو زمالك برضه، مش زمالك برضه. ما هو بياكد الكلام ما انا يعني. متاكد الكلام. انت ما بنفيش بتاكد ولا كلام. بتنفيه؟ لا ما بنفيش. لا هو بيأكد. انت نفس قلت في حاله المعلومة. البيع في بس. حاله البيع. في حاله البيع ايه اللي يحصل في حال البيع؟ في حاله البيع ياخد نسبه، ياخد نسبه. والنسبه مشروطه كمان جوه العقد. مين اللي ياخد نسبه؟ المدير الرياضي ياخد نسبه ونسبه مشروطه. طب ليه؟ لان ثانية الوقت واحدة، قضى تعالى اجل. بقى نعيد من الاول، قول لي الحته دي تاني. بص يا كابتن ابراهيم، قعد جون ادوارد في نادي الزمالك اتقال عليه كلام ان ليه نسبه في بيع وشراء، ماشي. وان هو ياخد في شراء اللعيب 10%. الكلام ده مش حقيقي، مفيش نسبه في موضوع الشراء. ماشي، انما في نسبه في موضوع البيع ماشي. جوه العقد مشروطه. ايه مش مشروطة مش بإيه؟ متسابه. بمعنى ايه؟ في قيم ماليه لازم تجيبها في بيع اللعيب عشان تاخد نسبه. يعني ما تجيبليش في اللعيب 10 20 مليون وتقول لي انا عايز منك 10%، عايز منك 2 مليون. لا، انت هتبيع لي بقيم معينه تتناسب مع اللعيبه وموجوده متفرده جوه العقد بشكل كويس. وده مش الموضوع الاساسي بس اللي انا بكلم حضرتك فيه، انا بكلمك في المجمل. لا معلش بس انا عندي سؤال. اتفضل. هو هل ده هو مدخل او ده الدخل الوحيد لجون ادوارد؟ الدخل الوحيد، لا يوجد راتب شهري لجون ادوارد. طيب كمل. فاتعمل له دخل من خلال الموضوع ده. احنا حالتنا الماديه كزمالك ما تسمحش، تعالى نعمل لك دخل من خلال هنا بشرط انك تعمل لنا مداخيل. يعني احنا مش عارفين نبيع مصطفى شلبي ونيمار بقيم كويسه، بيعهم لنا بقيم كبيره وخد نسبه. ماشي. الطبيعي يا كابتن ابراهيم هي كانت بتتعمل بلدي في اهلي وزمالك. هو انا مش مدخل الموضوع دلوقتي، دخلت بفرعه الاهلي بفرعه بقى، الاهلي خليك في وزمالك. الزمالك بقى، خليك في انت الزمالك وكيل لعيبه عشان حتى هتقول اهلي هيقول لك لا ما عندناش وبتاع، وهو ما في هنظبط- الاهلي ما ما فيش هنظبط المدير طباع. الرياضي ما بيشتغلش بالسكه دي. ماشي. ده ايجنت مش الاداره الرياضيه في الاهلي ما بتشتغلش بالشكل بس ده. أيوة. ده شكل يخص الزمالك بس. لا بلدي ولا فرنجي. اهو بص خلينا قاعد هو- قاعد بقى يا جدع. يلا كمل. انا مش هرد عليه في النقطه، مش هنروح للمنطقه دي عشان خالد عايز لا مش هنروح. لا مش عايز، انا اجي هادي. بس عمرو مش من ضمن عقد جون ادوارد مع الزمالك ان هو كمان يعمل مداخيل 500 مليون غالبا من ضمن بنود العقد على 3 سنين؟ دي حقيقه عبد الباسط. هل هو دخل فيها فلوس؟ دخل 30% من ال 500، يعني دخل 170 مليون. ده اللي قاله في الباب. دخل 170 مليون ومتفرده، والارقام هي